هنبدأ بالذهب الأخضر بالصلاة على النبي. العرض اللي معاني بيحكي عن الذهب الأخضر يا ناس. نخلع دي الأول عشان بس الأحبة والمتابعين والناس المحترمة يشوفونا كده. بص يا غالي، هديك المواصفات بالتمام والكمال. اولا انا تبع الوادي الجديد، تبع الفرافره. التصوير ده تابع لقريه اللي هو صبيح في الفرافره. طيب العرض هنبدأ فيه بالصلاة على النبي. قبل كل حاجه الارض دي ادي القريه اهي، القريه هاي ادي القريه جنب القريه، وادي الاسفلت اللي طلع على الفرافره، وادي القريه هاي اهي. القريه اهي واضحه قدامك اهي. طيب بص يا غالي، دول 9 فدان، عقد نهائي، عقد نهائي تمام. معاهم بطاقة يعني حيازي، تصرف كيماوي من الجمعية. 9 فدان، ركز معاي، 9 فدان. طيب مميزتهم تانية، معاهم بيت معمول بالطوبة الحمراء، مشطب تشطيب لوكس، حاجة حلوة. والبيت ده في وش القرية ومعمول شقتين. ها تمام. 9 فدان، معهم بطاقة حيازية، معهم حيازة جمعية، يصرفوا كيماوي، عقدهم نهائي. والقرية هاي وهم في وش القرية. ها طيب مزروع فيهم 2.5 حجازة، وبقية ال9 متظبطين هيزرعوا في شهر 9 اللي جاي حجازة. يعني الأرض كلها راح تبقى برسم حجازة. لحقتهم عايز تزرعهم انت حجازي ماشي، ما لحقتهم شي تستلم الارض كلها مزروعه حجازه. واخد بالك علي؟ دي منقب بالذهبيه الاخضر، ولا يا رايك انت؟ تعال نحكم على الراجل اللي قاعد ده، مش باين من البرسيم. نسال على كم معلومه كده. الراجل اللي قاعد دي مرحبا. هو الراجل ده مرحبا بيك يا حاج. انت هتصاحبناي. مرحبا. ايه ده يا عصام؟ الراجل ده تبع البيعه ولا ايه؟ صاحبني ده ولا ايه؟ تبع البيعه دي ولا ايه؟ انا تبع البيعي. خدود على البيعه مش وش. نور حاج محمد. يا مرحبا. قول شويه تفاصيل عن الارض بسرعه كده. ارض خريجين. انت مش باين من البرسيم كده ليه؟ خد بالك. نقعد مع محمد كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبارك يا محمد؟ تمام والله الحمد لله. طيب شويه تفاصيل بعد اذنك كده عن الارض. دي ارض خريجين، واخد بالك، قريبه من البلد، يعني على رجلك تمشي، واخد بالك. ارض عقد نهائي، ارض لها حيازه وجمعيه. المميزات اللي فيها يعني كل حاجه جنبك، مش هتتعب في شيء، واخد بالك. تبني فيهم وتسكن عادي، واخد بالك، ما عندك شيء. الميه قريبه بتاعهم بينهم هنا خطوتين جنبك اهو. يعني في راجل بجوارنا احنا ساكن فيه. البير هنا. الراجل بجوارنا ساكن بين ساكن في الارض هنا. تمام. بالنسبه يعني لمواصفاتها، هي شويه ارض بسم الله ما شاء، ارض خريجين. طيب بالنسبه لسؤال كده يا محمد، الناس بتسالني في التعليقات تقول لك البلد ديت فيها خدمات، فيها عمار، فيها كهرباء، فيها ميه، فيها موجود كل حاجه. يعني لو واحد عنده عيال كده ومدارس يعني. المدرسه في وشك يا باشا. تمام. بينك وبينها نص كيلو هاي. تمام. ده من الارض، لكن هي في القريه يعني. واخد بالك. القريه انت ساكن فيها. ما بينك وبين الارض نص كيلو، لكن في القريه ساكن فيها. البيت اللي هو بتاعها التابع ليها جنب المدرسه. نت فيها، تلفونات فيها، ميه فيها، صرف فيها، كل المميزات اللي انت عايزها متواجده، مش موجوده في اي مكان. تمام. الارض دي تبع الايه؟ تبع اللي هو صبيح. اللي هو صبيح دي تبع مين؟ تبع الفرافره. تبع مركز الفرافره. تبع الوادي الجديد. تمام كده. عشان بس الناس اللي بتسال على العنوان يقول لك ما بتذكرش العنوان، بس عشان التفاصيل، بس الناس بتسال على تفاصيل كده. صح. طيب بيقول لك انت فاضي نطرون. ايوه. طيب الارض دي هتتنقل نقل ملكيه كامله. تمام. لان صح كده؟ نهائي. العقد بتاعها نهائي. تمام. تمام. الري بتاعها فوق اهو، واخد بالك. والبير بتاعها على بير حكومي اعماق. بير حكومي اعماق، مش بير اهالي حتى. البير حكومي. بير حكومي، بير اعماق، لان الارض خريجه. تمام. والارض خلصت ملكيتها بالكامل وخلصانه. هتستلمها عقد نهائي، ومعها بطاقه. معها بطاقه زراعيه. تصرف كيماوي وحيازه، وبتصرف كيماوي. ما نشوف نلف كده، نلف لفه في الارض ونشوف الارض المحروسه. الذهب الاخضر اهو، الذهب الاخضر اهو، الذهب الاخضر اهو.
الذهب الاخضر. ارضها طينه زرقاء ريف. الارض بتاعتها الطينه بتاعت الارض. ارض طينه زرقاء. ثواني بس. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. طينيه. تعال نروح الارض المحروطه. تعال نروح الارض المحروطه برضه. الارض المحروطه نعدولها. دول 9 فدان يا غالي، خلي بالك والله العظيم، وسعر خيالي والله العظيم، سعر ما هتلقاه، واسال وشوف وقول لي رايك في السعر. سعر يعني مش غير قابل للتنافس، يعني بص غير قابل ان تتنافسي معاه. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو. بسم الله ما شاء الله. ده بيتجهز برضه حجازه. تربة بحر والصعيدة. ايوه. تربة طينة سودة هي. طينة سودية. بس تربة بحر والصعيدة. ده بيتجهز برضه عشان يزرع حجازه. القرية قدامنا اهي. ادي القرية. ادي المدرسة. ايوه. تمام. ابتدائي اعدادي. الفرافرة ثانوي ودبلومات والحاجات ديت. تمام. القرية خدمات كاملة متكاملة، كهرباء، مية، صرف صحي، نت، يعني خدمات كلها متاحة، مستشفيات، خدمات صحية. مش ما تردش دلوقتي، مش لازم ترد. ماشي. بعد ما نخلص تصوير. ايوه. طيب ديت الأرض المحروثة اللي هي هتتجهز حجازه. ايوه كده هتزرع حجازه في شهر 9 اللي جاي ده. ايوه. احنا النهارده بتاريخ تقريبا 25/8. 25/8. تمام. برضه علشان ايه لو شفت الفيديو ده بعد سنه بعد 2 25/8/2023. طب ما رد عليه الغالي ده بس عشان ما نضيعش وقت الفيديو يا غالي. يا غالي حبيبي اتفضل. ايوه يا باشا اتفضل. والله في نعمة والحمد لله، وخلي بالك أنا بصور في عرض والله عشان أنزله، بكلمك أنا وبصور قدام الكاميرا. اتفضل يا إما تسيبني شوية كده. ما لازم نرد، ما ينفعش ما نردش، عيب. يقول لك أمال إيه الحكاية، الراجل ده حاطط طيب تليفوناته كده وخلاص. متقسمة شرايح تقريبا، الشريحة حوالي فدان، وبين كل فدان في مصرف. تمام. ري الأرض من فوق. تمام. كده الأرض فيها صرف زي كده طبعا. كل فيها صرف بين التربيعة والتربيعة. شايف المعمول ليزر الناحية الثانية تبعها معمول ليزر. الأرض اللي معمولة ليزر خلاص جهزها الليزر لزرع الحجاز. أيوه يعني الله أكبر الله أعظم أشهد أن محمد رسول الله. خلاص على عصام عشان ايه ما نضيعش في وقت الفيديو على الفاضي. احنا كده يعتبر لفينا شبه الارض كلها، او شافوا الارض المحروث كله طبعا ظاهر اهوت. ارض بسم الله ما شاء الله. دول 9 فدادين. التفاصيل كده من الاول يا عم عصام سريع. ماشي يلا بسم الله. دول 9 فدادين، عقد اخضر نهائي، معاهم حيازي، تصرف كيماوي من الجمعيه. هم في وش القريه والقريه جنبينا ده هاي. ايوه واخد بالك؟ تمام. ومعاهم بيت معمول بالطوب الاحمر ومتقسم شقتين متشقبين، والبيت برضه في وش القريه. تمام. تابع لل9 فدادين دول. بس البيت سعر لوحديه عشان أيوة يبقى الموضوع. ايوه يعني برضه وبرضه لو عايز تشتري البيت لوحديه مفيش مشكله، يعني تشتري البيت او الارض مفيش مشكله، يعني الاثنين مش مرتبطين ببعض، هم بتوع شخص واحد. لكن براحتك، عايز تاخد البيت والارض ماشي، عايز تاخد الارض لوحديها ماشي، عايز تاخد البيت لوحديه ماشي. تمام. برضه عشان ما يبقاش الموضوع مرتبط ببعض. تمام يا باشا. الفدان في الارض ديت، سعر الفدان الواحد في الارض ديت غير قابل للتنافس خالص، وهديه دي جايبها لك انا كده، تاخدها مني كده هديه. عارف السعر ده كله وبكام الفدان؟ ب 165,000. ب 165,000 الفدان الواحد. أرض خريجة، عقد نهائي، ري بير أعماق حكومي، جنب القرية على طول، بينه وبين القرية مفيش 200-300 متر. يعني حاجات بسم الله ما شاء الله. هات القرية كده، القرية. ما جبت القرية يا عم كتير. الأسفلت أهو ماشي عليه العربيات، شايف الأسفلت ماشي عليه العربية أهو.
يلا. تزرع نخل انت ولا ايه يا محمد؟ عمك محمود بيزرع نخل الراجل. ربنا يعينك. يلا يلا يا عم. ما تنساش اللايك بقى. بخير. ما تنسانيش في الاعجاب. طب يا اخي كومنت كده من العقول الراقيه. طب اشتراك للقناه. طب تشير للقناه. فيد واستفيد. الدال على الخير كفاعله. الدال على الخير كفاعله. وخليك خير. ما تبخلش عليني. خليك خير.